السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم من تاني. انا حنان السيد ودي قناتي، قناة متخصصة في الطبخ. اللي بيتابعني لأول مرة اهلا وسهلا بيك. ما تنساش لو عجبك المحتوى تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان يصلك كل ما هو جديد، وكمان عشان الكل يستفيد. وصفة النهاردة زي ما انتم شايفين وصفة حصري وفقط على قناتي، وصفة شرق آسيا مع أوروبا. اخترعتها وكان طعمها حكاية، فحبيت ان انتوا تشاركوني الوصفة الجميلة قوي دي. وصفة سميتها زهور البنجر، لان هي واخدة شكل بوكيه او شكل الزهور. يا رب تعجبكم وتكون سهلة. انا هجيب السطح بتاعي احط عليه مشمع او اكياس المطبخ، وهكون غسله البنجر وسلقاه ومقشراه، وهنزل بالسكينه واقطعه شرايح رفيعة، وهجنبها كده عشان نشوف هنعمل بيها ايه. لو عندنا آلة التقطيع بتسهل كتير، هنقطعها يبقى كله متساوي. بعد كده انا بجيب نوع جبنة يكون مفضل عندكم، بنهرسها ونحط عليها شوية من الشبت، وبنحط عليها كمان شوية من الجوز. ولحد كده ده كده تيست أوروبي. اللي عايش في أوروبا أو راح أوروبا عارف نوع الجبنة دي من أحب أنواع الجبن اللي موجودة برا. وكمان تقدروا ان انتوا لوحدها كده وجبة فطار عشاء تاكلوها كده، هتستمتعوا بيها جدا وطعمها حلو قوي. بعد كده بجيب البنجر بتاعي، ببتدي ارصه كده فوق بعضه. عند كل نص واحدة بحط التانية، بحيث ان انا لما احط الحشوة والفها تديني شكل الوردة اللي انتوا شفتوها. بنزل بالحشوة بتاعتي كده من تحت عند طرف البنجر، وابتدي اوزعها كده بالمعلقة بحيث ان هي تمسك في البنجر، وفي نفس الوقت تخلي شرايح البنجر نفسها تتماسك مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. تمام. وبعدين باجي من عند طرف البنجراية اللي هي الصغيرة، والفها واحدة واحدة كده، وبايديا الاتنين احاول ان انا اتحكم بيها ان هي تتماسك مع بعضها. وما نقلقش خالص 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 لو في واحدة مش ماسكة او فكة، يعني هتظبط. هنبتدي واحدة واحدة نمسكهم مع بعض، هيبتدوا يظبطوا مع بعض وهتبقى تمام. باجي بقى عند القاعدة بتاعتي واجيب الجبنة تاني وابتدي اوزعها في القاعدة وعلى اطراف القاعدة بتاعت الوردة بتاعتنا. ليه؟ لاني انا هحطها كمان في الجوز او عين الجمل مرة كمان. تمام. وما نقلقش لو في النص حسينا ان الجبنة اخدت لون او الدنيا ما ظبطتش كده، عادي خالص بأوراق المطبخ او مناديل المطبخ بننضفها ونحط تاني من الحشوة بتاعتنا، بحيث ان هو يبان قلب الوردة كأنه ابيض يعني. تمام. كده وزعت انا على القاعدة الجبنة. بجيب بقى الجوز وابتدي احطها فيها واضغط كده بحيث ان هو يتماسك فيها، وعلى الاطراف نفس الشيء اوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. هنعمل تاني بقى. نضفت كده الدنيا، هوريكم بقى واحدة كمان على نظافة عشان تبان بالنسبة لكم الوضع ماشي ازاي. بحط الشرايح البنجر فوق بعض كده، وبيكون معايا الجبنة اللي قلنا عليها، ونوزعها على البنجر بتاعنا بشكل متساوي. ونبتدي بالمعلقة كده نساوي كل حاجة بحيث الكميات تبقى واحدة. وباجي من الطرف اللي هو فيه اصغر، البنجر بتاعتي شكلها اصغر شوية، والمها لحد ما تاخد معايا شكل الوردة. تمام. كده واضح بالنسبة لكم اعتقد. وفي النص اهي الجبنة بتاعتنا باينة كأن قلب الوردة فيه ابيض كده، فلذيذ وشكله حلو قوي. بنوزع تاني الجبنة من تحت في قاعدة الوردة او البنجر.
بحيث ان هي تمسك لي كل الوحدات بتاعه الاوراق بتاعه البنجر اللي هي واخده شكل الورده، واحطها في الجوز واخليها لو في حته مش واصل لها كويس بايديا كده اتحكم فيها، وبالمنظر ده بتطلع شكل الوردة بتاعتنا او البنجراية بتاعتنا بالمنظر ده. ربطت عليها شريط كده عشان يديها شكل جمالي اكتر، وحطيتها في الاطباق الورق التقديم، وحطيتها في طبق التقديم، وهبتدي بقى كمان اجهز الصوص بتاعنا اللي هو عبارة عن معلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من الزعتر الأخضر، وربع معلقة من السكر. وكده دخلنا في التيست بتاع شرق آسيا اللي هو سويت اند ساور. ونبتدي نحط بقى كده من الصوص ده على البنجر بتاعنا، يدخل كده على الأوراق وعلى طرف الورقة، بيبقى شكله عامل زي ما يكون في جليتر كده، شكله بيتحول وبيبقى حلو قوي. ما بكتفيش بكده، بحط شوية كده رشة من الجوز حوالين منها، وكمان عملت ورود من الخيار والجزر بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. والتزيين طبعا بقى ده بتاعكم انتوا. طلع في الاخر الطبق بالجمال والحلاوة دي، مش بس شكل، طعم كمان خرافة، يعجب الاولاد قوي قوي قوي. اولادنا بيعذبونا في الاكلات اللي زي كده، بس عشان نقنعهم لازم نخلي الحاجة شكلها مختلف. فصدقوني بيفرق جدا جدا معاهم. الاولاد بيحبوا الشكل اكتر، بس كمان لما يكون الشكل والطعم بيبقى الموضوع بجد مختلف. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش ان انتوا تشيروها لكل اصدقائكم ويشاركوكم الوصفة. ومستنية رأيكم، واستنوني في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم.